شكرا للزميل احمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قنوات الجزيره في كل مكان. اهلا ومرحبا بكم معا في دوري ابطال افريقيا في مرحله المجموعات، وبالتحديد في دوري الابطال لموسم 2012 هنا في أكرا في غانا. لحظات وتنطلق مباراة تشيلسي الغاني مع نادي الزمالك المصري في أولى جولات دور الثمانية، وضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا كل من نادي الأهلي المصري ونادي مازيمبي الكونغولي. تنطلق المباراة، تشيلسي لأول مرة في الشامبيونز ليج في مرحلة المجموعتين، ونادي الزمالك يعود بعد غياب منذ عام 2008 حيث كان قد لعب في مرحلة المجموعات، وإن كان خرج العام الماضي أمام نادي الإفريقي في أحداث كلنا نعلمها في كرة القدم المصرية والعربية. انطلقت المباراة. تشكيلة فريق نادي تشيلسي الفريق الغاني: في حراسة المرمى أرنست سوا، خط الظهر إدوارد كوبودو وأحمد آدم وريتشارد كانسي، وفرصة وكرة في العارضة. فرصة وكرة في العارضة من هذا اللاعب إيمانويل كلوتي أمامنا في أول فرص اللقاء. أول كرة في المباراة بلا مقدمات أمامنا هو اللاعب كلوتي، وادي المدرب الهولندي يونس فاندر بلوخيم أمامنا في هذه اللقطة. شوف هنا بقى الكرة ملعوبة ازاي، العمق الدفاع اتضرب في هذه اللقطة هاني سعيد، والتغطية متأخرة قوي من جانب فتح الله، وترتطم في العارضة وتبقى أول فرص اللقاء. أرنست سوا في حراسة المرمى